أخته كام يوم. ساعتها اضطرينا إننا كل أسبوع نسافر لمامته نقضي معاها يوم ونرجع تاني، وكان الموضوع ده فيه مشقة علينا، بس اضطرينا لكده لأن ده الحل الوحيد. وفي يوم كنا قاعدين في البيت، فاتصلت أخته الساعة 1 بالليل وقالت له: الحق يا يوسف، ماما تعبانة قوي وأنا مش عارفة أتصرف. طبعا يوسف اتخض وقلق جدا وقال لي: قومي بسرعة جهزي عشان هنسافر، أمي تعبانة قوي ولازم أروح هناك أشوف إيه اللي بيحصل. وما أعرفش ليه كان قلبي مقبوض قوي وما كنتش عايزة أسافر، وفي نفس الوقت خايفة إن أسيبه لوحده. جهزنا بسرعة ونزلنا وركبنا العربية عشان نسافر، وطلعنا على الطريق وكان يوسف متوتر جدا وقلقان. يوسف هدي السرعة شوية، يوسف هدي السرعة، أنا خايفة. يوسف ما كانش بيرد عليا أبدا وكأنه مش سامعني. فضلت أقول له يهدي السرعة يهدي السرعة، مفيش فايدة، لحد ما عدت عربية قدامنا خبطنا فيها، ودي آخر حاجة كنت فاكراها. من بعدها فقدت الوعي تماما ومعرفش إيه اللي حصل لي، لحد ما صحيت ولقيت نفسي في المستشفى، وزي ما انتوا شفتوا في الأول. وطبعا المستشفى بلغت أهالينا وجم عشان يشوفوا حصل لنا إيه. وعدى حوالي 4 أيام وأنا متجبسة ومش حاسة بجسمي وما بتحركش، وكل اللي أنا شايفاه يوسف وهو قاعد جنبي حزين على اللي حصل لي. بعد ما ابتدى يفوق كان حاسس بالذنب جدا لأن هو كان ماشي بسرعة، وسمع صوت أهلي عمالين يعيطوا وصوت مامته وهي بتعيط وبتقوله: حقك عليا يا ابني، أنا السبب في اللي حصل لكم، أنا اللي كنت تعبانة وأختك اتصلت بيك وانت حاولتوا تجولي وعملتوا الحادثة، وكانت بتعيط بانهيار. بعدها الدكتور جه ويوسف سأله: رهف حالتها ايه يا دكتور؟ هتتحسن امتى؟ الدكتور قال له: مش هخبي عليك، هي للأسف جالها شلل نتيجة الحادثة، ربنا يصبركم ويكون في عونكم، للأسف حالة رهف هتفضل كده. واتصدمنا كلنا. يعني ايه؟ يعني أنا خلاص اتشليت مش هتحرك تاني؟ مش قادرة أصدق